السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نخدم بريوش سائل مثل الكيك. اول حاجه المقادير: كاين كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، مغرف خميره فوريه، حبه بيض، نص كاس زيت، نص كاس سكر لافاني مغرف، وباكي خميره الحلوى، الفرينه 3 كيسان، حبه الحلوى مغرف. وضع الماء دافي مع كاس حليب دافي، مع مغرف خميرة فورية. إذا كان البرد ديري مغرف كبيرة، وإذا كان شوية سخانة تكون ممسوحة. ونخلط مع بعضها السائلة. نص كاس سكر، ونخلط حتى يذوب السكر، ونترك بضع ثواني تتفاعل الخميرة، ونولي بعد قليل. بعد ما خليناها نضع الزيت نص كاس، نضع حبة بيض، البياض فقط، الصفار ندهن به من فوق. تدخل كل المواد مع بعضها. بعد لافاني مغرف حبة الحلوى، نضع الفرينة مع القرصة تاع الملح وخميرة الحلوى. بسم الله. بالطبع الفرينة كانت مغربلة 3 كيسان، ونخلط برفق بالتدريج حتى الحبيبات هذوك يذوبوا. لازم يكون القوام تاعو السائل، يكون مثل الكيك. نخلط جيدا هكذا. يكون القوام سائل، يكون هكذا هكذا، يكون مثل الكيك. عفوا. ونتركه في مكان دافي على الأقل نصف ساعة. هاي بقات لي هذه الكمية تاع الفرينة. تقدروا ما تكملوهاش كاع، 3 كيسان تقدروا تكملوها على حسب الفرينة تشرب ولا ما تشربش. غطيها وضعيها في مكان دافي يتضاعف شوية، ومن بعدك كمل. بسم الله. بعد ما فاتت نص ساعة نفرقوه في مول مدهون بالزبدة ومرشوش بالفرينة. نسويه على كامل المول. نحطوها كذا باش يتسوى. ندهنو بالصفار البيض مخلط مع شويه لافاني والحليب باش يروح له الريحه تاع البيض. هكذا. نزيد نتركو 20 دقيقة في مكان دافي، ومن بعدك نضعه في الفرن على درجة حرارة
180 درجة. وكي يطيب من تحت اشعلي له من فوق يحمر. لازم يكون الفور شويه سخون من قبل ومن بعد نغسلو. هاو بعد ما خمر وضاعف الحجم نتاعو دوك نوضعوه في الفور ونتلاقاو بعد ما يطيب. هاو طاب دوك نعسلوه ندهنوه بالعسل وهو سخون. العسل هو سخون رشوه بالكاوكاو. هاو كي القطن شوف هاو طاب ما شاء الله. ربع ساعة كان في الفرن وهاو طاب. رشوه مليح بالكاوكاو، واللي عندها كاوكاو فيلي دير فيه فيلي ولا لوز ولا واش حبت اللي موجود. نقطعوه وتشوفوه. بريوش ما شاء الله. شوفوا كيفاش طايب. ها جا محمر زين الله يبارك. ها شوف 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 كيفاش شوف فش الله يبارك ما شاء الله. ها شوف واش هي طيبة. وشكرا بناتي.